السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض ورق العنب بطريقه مميزه جدا على الطريقه السوريه. هيعجبكم قوي، جربوه وان شاء الله هيعجبكم. يلا بينا نبدا مع بعض. اول حاجه هنقول المقادير. هنا عندنا كميه ورق عنب، الكميه المناسبه ليكي او اللي انت محتاجاها. هنا انا مش عامله كتير، يعني تقريبا ربع كيلو كده. لو هتجيبيه برطمانات اللي هو محفوظ في برطمانات، يا ريت تشطفيه قبليها وتصفيه عشان المواد الحافظه. لو عايزه تجيبيه عادي فريش وتسلقيه كده نص سلقه، يا دوب في ميه وملح ونص معلقه خل، هيحافظ على لونه وفي نفس الوقت مش هيتهري معاكي وانت بتحشيه. وممكن تجيبيه متفرز برضو بيبقى كويس وشغال. اول حاجه المقادير هنا مع بعض. عندي كميه ورق العنب، عندي خضره متقطعه صغير. هنا انا هستخدم كوبايه رز واحده، بصلايه متوسطه صغيره، بصلايه متوسطه متقطعه صغير. هنا عصير طماطم انا عاملاه في البيت، ملح وفلفل، وهنا معلقتين دبس رمان، هو ده اللي بيديله النكهه الحلوه اللي كلنا بنحبها. تمام. صوص الطماطم ده انا عاملاه في البيت، طماطم مسبكاها بس من غير اي مواد دهنيه خالص ومن غير بصل ولا اي حاجه. ممكن تنزلوا تحت في صندوق الوصف، هتلاقوا اللينك بتاع طريقه عمل صوص الطماطم ده في البيت. هنا انا كل حاجه هعملها على البارد، مش هحمر البصل ومش هسبك الطماطم اكتر من كده. تمام. يلا بينا نبدا مع بعض الفيديو. هنا هجيب بولة فاضية على قد الحاجات اللي انا هخلطها مع بعض كده. كل المكونات هحطها على البارد زي ما قلت لكم. اول حاجة هحط الرز بالشكل ده، وبعدين هحط عليه البصل يكون متقطع ناعم شوية عشان ما يبانش معايا في الخلطة. وبعدين شويه من الخضره، طبعا كميه الخضره دي انا حسيتها كتير شويه على الكميه اللي انا هعملها، فهحط جزء منها، مش هحطها كلها عشان ما تمررش معايا، لو احتجت تاني هزود. تمام. وبعدين هحط صوص الطماطم اللي انا عملته في البيت، صوص الطماطم اللي انتوا شايفينه ده كده بالشكل ده. وبعدين هضيف الملح والفلفل، وبعد كده معلقتين دبس الرمان، وده سر الخلطة بتاعتنا وسر النكهة الجميلة اللي احنا بناكل بيها ورق العنب. حابة تضيفي عصير ليمون ممكن تضيفي، بس انا عندي كمية دبس الرمان دي هتبقى كفاية قوي، هيديله الطعم المزز شوية اللي احنا بنحبه ده، بديل عن الليمون. لو انتي حابة تضيفي ليمون ضيفي. هبدأ اخلطهم كلهم كده على البارد كده. دلوقتي انا خلطت كل المكونات مع بعض بالشكل ده، وسر الخلطه ان هي تبقى طريه شويه كده، زي ما يكون فيها صوص، تبقى ايه مش ناشفه قوي، مش لازم الخلطه تبقى ناشفه قوي. تمام. الخلطه دي تنفع مع كل انواع المحشي، مع الكرنب مع الفلفل مع الكوسه، بس هنشيل منها دبس الرمان عشان يعني دبس الرمان ده خاص شويه بورق العنب عشان يديله المزازه اللي كلنا بنحبها. تمام. دلوقتي انا هجيب حاجه احشي عليها كده، طبق كده، عشان اوريكم هنلفه ازاي مع بعض. والحله بتاعتي اللي انا هستخدمها يعني انا جايبه واحده صغيره مش كبيره قوي. تمام. على قد الكميه اللي هعملها. نيجي بقى لورق العنب والطريقه الصح اللي احنا بنلف بيها ورق العنب. ورق العنب هتبقى ليها وشين، وش ناعم كده وبيلمع، الوش التاني هيبقى خشن شويه وفي شكل ورق الشجر كده زي ما انتم شايفين. الجزء ده اللي هو الخشن شويه وباين فيه ورق الشجر هنخليه من جوه، والجزء اللي بيلمع هو اللي هيبقى من بره. تمام. هنحط كده الورقه بالشكل ده كده، دي اسهل طريقه تلفي بيها ورق العنب بالشكل ده. هجيب جزء من الخلطه على قد ما بحب احشي، مش لازم برضو يبقى مليان قوي، يعني الحاجه الوسط بتبقى كويسه، الاعتدال مطلوب. تمام بالشكل ده كده. واول حاجه هقفل الجنبين اللي من تحت على الخلطه بتاعتي بالطريقه دي، وبعدين هجيب الجزء اللي راح من ورا ده وهتنيه كده لقدام كده بالطريقه دي، وابدا اجمع اي جوانب هتبقى ماشيه معايا وانا بلف كده.
ده اول واحد انا لفيته. شايفين متماسك ازاي؟ متماسك وحجمه كويس وسط، مش كبير ومش صغير ومش مليان قوي وبرده ايه مش فاضي. تمام. الحله اللي احنا هنحط فيها نرص فيها ورق العنب، هنحط لها شويه زيت بساط مش كتير بالشكل ده. وانا بحب احط تحت شرايح الليمون عشان ما يلزقش معايا، وفي نفس الوقت يديله نكهه حلوه. لما يستوي اقلبه يبقى شكله ايه لطيف برضو كده بالطريقه دي. شايفين كده؟ انا حطيت الزيت والليمون في الحله من تحت، هبدا ارص عليهم الصوابع اللي انا شغاله فيها كده. هجيب واحد تاني واوريهولكم. ادي الورقه بتاعت ورق العنب، في جزء بيلمع او املس ناعم كده، ده اللي هيبقى من بره، والجزء الخشن اللي فيه ورق الشجر ده هيبقى من جوه. هحطه كده قدامكم تاني بالطريقه دي. بجيب جزء من الخلطه، ممكن بايدك او بالمعلقه عادي مفيش مشكله كده بالشكل ده. وهبدا اقفل الجوانب الاتنين كده من تحت، والجزء اللي هيزيد معايا من ورا هجيبه قدام وهنلفه بالطريقه دي. اي زوايد تزيد معاكي هنلمها ونلف. شايفين؟ طبعا انا بعمله بالراحه علشان خاطر اللي مش بيعرف لسه يلف المحشي يتعلم. تمام بالشكل ده. هكمل لف ورق العنب وهرجع لكم تاني، خليكم معايا. دلوقتي انا حشيت كل كميه ورق العنب اللي عندي بالشكل ده في الحله. هزوده شوربه واحطه على نار صغيره هاديه. الشوربه عندي سخنه طبعا بتغلي، هوطي عليه النار خالص لمده تلت ساعه وارجع لكم يكون استوى. هنزود الشوربه مع بعض. عندي شوربه بتغلي كده بالشكل ده. الشوربه لو فيها اعشاب ممكن تصفيها. كميه الشوربه اللي عندي هتبقى مش كتير قوي، يا دوب قبل الصف الاخير. يعني الشوربه مش هتبقى مغطيه ورق العنب، يا دوب هتبقى لحد الصف اللي هو قبل الاخير، يعني ما يبقاش متغطي بالميه. شايفين الشكل؟ بصوا اقرب الكاميرا بصوا الشكل ده. الشوربه الصف الاخير. تمام. هحطه على نار هاديه لمده تلت ساعه وارجع لكم يكون استوى. ودلوقتي ورق العنب بعد ما استوى معايا بالشكل ده، شايفين مستوي ازاي وجميل. هنقلبه مع بعض في طبق التقديم. يلا نشوف هنقلبه ازاي. شايفين مستوي ازاي وسخن، مفيش طبعا شوربه زياده ولا اي حاجه. خليكم معايا. هجيب طبق بالشكل ده وهقلبه عادي. كده هستنى شويه، طبعا الحله سخنه، هستنى شويه كده. شايفين ورق العنب طالع مرصوص ازاي؟ شايفين ما اتفتحش ولا اي حاجه خالص. نبدا نقدم الطبق كده. احط جنبه ليمون متقطع كده، يعني الليمونه مقسماها 4/4 كده بالطول بالشكل الجميل ده. بصراحه ورق العنب بالطريقه دي تحفه، وجربوه ان شاء الله يعجبكم. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واعملوا اشتراك في القناه وشيروا الفيديو مع اصحابكم. اشوفكم في وصفه جديده. باي باي.